اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد مع سامح نصر الله. النهارده احنا هنبتدي سلسله جديده، اول سلسله في القناه. هنتكلم فيها عن موضوع مهم بالنسبه لكمبيوتر ساينس طلاب حاسبات ومعلومات، مش بس في مصر، لكن المنهج ده هو كمان بيتدرس في كذا جامعه تاني بره مصر. الموضوع مهم، ايوه مهم بصراحه. وهنشوف ايه البرامج اللي محتاجينها وازاي هنتعامل معاها وايه هو الموضوع ده اصلا ولازمته ايه. واديك هنت كده، البرنامج ده هو مهم في عمق فهمك للآلة. انا عندي طبقات كتير من لما اشغل برنامج على الكمبيوتر لحد ما اوصل للمرحلة دي. من الاساس، ايه هو الاساس؟ انا بتعامل مع قطع هاردوير ملموسة. فانا عندي مثلا دي ماذر بورد. انا هنا بتعامل كبروجرامر، بتعامل مع البروسيسور والرامات بشكل كبير، بشكل يعني مش زي المستخدم العادي بيتعامل معاه. فبالظبط كده ده اللي احنا بنعمله، ان احنا بنتعامل مع البروسيسور والرامات. ده البروسيسور ودي الرامات، بنتعامل معاهم بشكل يعتبر مش مباشر قوي، لكن شبه مباشر. بايه؟ بالبروجرامينج لانجوج، لغه البرمجه اللي احنا بندرسها دي، هي دي اللي احنا بنتعامل بيها. في حاجه اسمها كومبايلر، بياخد اللغه اللي انا بكتب بيها، إن كانت سي بلس بلس او سي شارب او بايثون، اي حاجه، ياخدها بيحولها 0 و1 اللي هي الباينري. والباينري بيتعامل مع دول. طب الباينري بيتعامل مع دول ازاي؟ عبر حاجه اسمها اللوجيك جيتس او البوابات المنطقيه. وهو ده الموضوع اللي احنا هنتكلم فيه. احنا مش هنتكلم عن البوابات المنطقيه وبس، لكن احنا هنتكلم عن البوابات المنطقيه وبرنامج اسمه ناند تو تترياس، وايه اللي البرنامج ده بيعمله وازاي نتعامل معاه وازاي هو بيساعدني في فهم اي حاجه. تعالوا نشوف الموضوع ده هيمشي ازاي. اولا، ايه هو برنامج ناندو تتريس؟ هو مشروع وكورس كامل في شركة عاملاه عشان تتعلم ازاي الكمبيوتر ده بيشتغل من الاساس، ازاي الكمبيوتر بيتبني من الصفر. طب ايه اسمه الغريب اللي اسمه ده بيخليك الموضوع معقد من اسمه؟ يعني اسمه ناندو تتريس، هيبقى ايه اكتر تعقيد من كده في الدنيا؟ لا لا، إيه؟ الموضوع بسيط جدا جدا. نانتو تتريس استخدموا الاسم ده علشان يسهلوا علينا احنا. ازاي؟ ناند هي ابسط بوابة الكترونية ممكن تتعامل معاها، وتتريس هي لعبة هتظهر دلوقتي قدامك على الشاشة. هي دي اللعبة اللي اسمها تتريس. حلو جدا. طب ايه المعنى؟ بيقول لك ان احنا هنبدأ من ابسط حاجة اللي هي الناند، بوابة الناند، لحد ما نبني كمبيوتر كامل يقدر يشغل لنا لعبة تتريس. ناند تو تتريس، يعني من ناند تو تتريس لحد تتريس. هي دي اللعبة اللي هم بيقولوا ان انت المفروض تشغلها. يعني ليه؟ لان البرنامج ده مش بس بيشغل لك بيشغل لك الناند او بيعمل لك اللوجيك جيتس، لكن هو مسؤول عن حاجات كتير فيرتشوال. يعني تقدر تعمل محاكاة سيميوليشن لكل حاجة في الكمبيوتر من الصفر، بداية من الناند أو البوابات الإلكترونية أو اللوجيك جيتس بمعنى أصح، لحد ما تبني بي سي كامل جوه البرنامج ده. طبعا كل ده فيرتشوال وكل ده سيميوليشن. احنا بس مش هنمسك حاجة بإيدينا، مش هاردوير، لكن ده علشان نستوعب أكتر ونعمق فهمنا أكتر. حلو جدا. هل ناند اصلا هي ابسط بوابه الكترونيه؟ اكيد لا. يعني في اند وفي اور وفي نوت وفي بافر، دول اصغر منها وابسط منها. هل ده منطقي ان انت تقول على الناند ان هي ابسط حاجه؟ بص، نظريا انا اقدر اعمل اي بوابه الكترونيه تانية ببوابه الناند. ازاي؟ انا اقدر اعبر عن بوابه الاند ببوابه ناند، اقدر ببوابات ناند، اقدر اعبر عن بوابة الاور ببوابات ناند، اقدر اعبر عن بوابة النوت ببوابات ناند، اقدر اعبر عن البفر ببوابات ناند.
طيب هل اقدر اعبر عن حاجه تاني ببوابه ناند؟ اقدر اعبر عن النور، اقدر اعبر عن الاكس اور، اقدر اعبر عن الاكس نور وغيرهم كتير. انا ممكن اعبر عن كل الدوائر الالكترونيه وكل البوابات المنطقيه بالناند بس. يعني لو انا معايا ناند بس هعرف اعبر عن كل حاجه. طيب لو انا اعطيتك اند مثلا وقلت لك هات لي نوت، مش هتعرف. لو انا اديتك اند وقلت لك هات لي اور او النور او اكس اور او اكس نور، مش هتعرف. لو قلت لك هات لي الناند مش هتعرف. ليه؟ لان انت ابسط حاجه، ابسط وحده اقدر استخدمها بشكل فعلي هي الناند، علشان تقدر تعمل كل المهام دي. انا بديك حاجه مثبته، هل تقدر تنفيها؟ لا. طب لو اديتك حاجه منفيه وقلت لك انفيها، هتعرف تنفيها ازاي؟ ايه اللي انا بقوله ده؟ بص، لو انا اديتك اند مثبته، يعني ايه مثبته؟ يعني بتطلع لك القيمه الحقيقيه. يعني مثلا واحد واحد هيدي واحد، صفر صفر هيدي صفر، صفر واحد هيدي صفر. حلو جدا. طيب هل النند كده؟ لا، النند بتقلب، بتعكس، بتنفي النتيجه. ازاي؟ النند هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن بوابه اند وبعديها نوت. فانا بدخل واحد وواحد، الناتج اللي هيطلع من الاند ايه؟ واحد. في بوابه نوت بعدها هتبقى ايه؟ صفر. لما احط صفر وواحد هيطلع صفر، في بوابه النوت هتطلع واحد. طيب هل اقدر انفيها تاني؟ لو حطيت بوابه نند تانية بعدها هطلع نفس نتيجه الاند اللي هي المثبته. يعني انا نفيت النفي فاثبته. طيب انا عندي الاثبات نفسه بقى اللي هو الاند، هل ينفع انفيه؟ مش هتقدر. ازاي؟ لو انا اعطيتك اند وقلت لك واحد واحد هيطلع واحد، لو انت حطيت بعدها بوابه اند تانية هتطلع برضه واحد، وهتفضل كده على طول، لان انت ما عندكش نقطه نفي. تمام كده؟ كويس جدا. طيب من الناحيه العمليه، المطورين وشركات المعالجات والرام بيقرروا، وفعلا زي عندك شركات كتير زي انتل واي ام دي بيستخدموا بوابات ناند ونور، هم الاكثر استخداما ما بين الشركات دي. اشمعنى؟ طيب يعني ليه ما يستخدموش اند ونوت واور؟ ليه ما يستخدموش البفر العادي؟ ليه ما يستخدموش الحاجات البسيطه دي؟ هقول لك علشان الناند في كذا حاجه تأهله. ايه هي؟ سرعه التواصل مع الترانزستور، هو سريع جدا. عدد الترانزستورات المطلوب، سرعه ادائه عامه، سرعه اداء البوابه نفسها، حجمه داخل الشريحه، داخل التشيب. فكل ده بيأهله ان هو يستخدم في الحياه العمليه، وهو اكثر واقعيه. يعني انت لو فكرت ان انت علشان تعمل بوابه ناند انت محتاج بوابتين تانيين، طب ما انا ممكن استخدم البوابه دي نفسها، ولو احتجت حاجه من دول ممكن اعملها بالناند. فاهمني؟ بس انت كده عرفت ليه اسمه ناند تو تترياس، وايه الفايده منه. طيب حلو جدا. احنا ليه بنعمل كده؟ يعني ليه انا اضيع وقتي ومجهودي، اضيع حتى تركيزي على موضوع زي ده؟ هيفيدني في ايه؟ بص يا سيدي، الموضوع مش مجرد تضييع وقت او لم درجات في امتحانات او مواد زياده، لكن الموضوع ده بيساعدنا ان انت تفهم الكمبيوتر من الصفر، ازاي بيشتغل وازاي بنتعامل مع الباينري كود اللي درسناه. زي ايه؟ يعني لو انا اديتك مثلا قلت لك ان انت عندك حرف معين اشارته بالزيرو والواحد، يعني ايه؟ يعني الزيرو والواحد ده ماشي بيدخل الكيس، بيدخل على المذر بورد. زيرو وواحد بيفهموا ازاي؟ بيمشي فين؟ بيفهم ازاي ان ماشي دي ارقام ورا بعضها، هيعمل ايه بيها هو؟ دي اشارات كهرباء ورا بعضها، هيعمل بيها ايه هو؟ ده اللي احنا بنفهمه، ده اللي احنا بنتعمق في دراسته، وده شغلنا. يعني مش في المستقبل، لكن ده شغلنا عشان ننجح، علشان ناخد جي بي اي عالي ونعرف نتعين بعد كده، يعني نعرف نشتغل بعد كده. بس هو بيساعدك ازاي تعرف ازاي الآلة بتشتغل من الصفر، وازاي الآلة بتستقبل الصفر والواحد وبتتعامل معاهم. كل هدف البرنامج ده انه يعمل نقطة مشتركة ما بين الهاردوير والسوفت وير. في نقطة مشتركة كده، هو بيعمل بالانس ما بينهم، هو بيعمل كونكشن ما بينهم. يعني ازاي توصل من هنا لهنا، ازاي نقطة التحول من السوفت وير للهاردوير، ونقطة التحول من الهاردوير للسوفت وير، ايه اللي بيحصل في النص؟ البوابات اللي شغالة دي شغالة ازاي؟ ما هو ده
هو ده اللي احنا هناخده في الكورس اللي جاي ان شاء الله يعني. مش عايزك تحس ان الموضوع كبير، ماشي، الموضوع بسيط ولذيذ جدا جدا وهتستمتع بيه جدا جدا. انت بس خد نفس، توكل على الله، شد حيلك يا بطل. الموضوع بسيط وابسط مما تتخيل. ما يغركش المصطلحات الجامده والشغل العالي ده، البرنامج اتفه من كده بكتير. تمام. ليه ناندو تو تتريس؟ ناندو تو تتريس هو البرنامج ده جامد بكل المقاييس. ليه؟ بيخليك تعمل كمبيوتر بكل دقه، فانت فيه ممكن تعمل بوابات منطقيه، بيخليك تعمل وحده العمليات الحسابيه والمنطقيه لوجيك جيتس واي ال يو، بيخليك تعرف تعمل الرام والريجسترز، بيخليك تعمل السي بي يو، بيحاكي ان في لو ليفل لانجوج زي اسمبلي مثلا، تقدر تعمل اسمبلر اللي بياخد الاسمبلي يحولها لباينري، وبعدين تعمل الفيرتشوال ماشين، والكومبايلر اللي بياخد اللغه الهاي ليفل لانجوج يحولها لاسمبلي، وبعدين الهاي ليفل لانجوج. كل ده انت بتقدر تعمله. ممكن تعمل كمان سيمبل اوبريتنج سيستم، نظام تشغيل صغير زي ويندوز كده، بس على صغير بيعمل المهام الاساسيه اللي بيعملها ويندوز. بيخليك تشغل العاب او تشغل برامج زي تترياس بقى. احنا كده بدأناها من الصفر، بدأناها من تحت خالص، وصلنا لفوق خالص، هي اعلى نقطه. حلو جدا، حلو جدا. كل ده انت تقدر تبنيه بالاداه دي، بس مش كل ده موضوعنا. احنا موضوعنا واحد بس، وهو اللوجيك جيتس، البوابات المنطقيه، وهو ده اللي هنركز عليه. طب هل في برامج تانية انا ممكن استخدمها بداله؟ في زيه كتير. فمثلا لو انت هدفك بناء الكمبيوتر من الصفر علشان تشغل برامج مثلا، فانت عندك برنامج اسمه ديجيتال، عندك برنامج اسمه لوجيزم اند لوجيزم ايفولوشن، عندك برنامج اسمه تينكر كارد سيركتس. كل ده ينفع. تينكر كارد سيركتس ده موقع مش برنامج، انا اسف. اما لو هدفك هو التعلم العملي للمعالجات ولغه الاله والانظمه، فعندك برنامج زي اسمه رايبس سيميوليتور. طيب ليه بقى التعب ده كله في حين ان انا عندي برنامج زي نانتو تتريس او بيئه عمل زي نانتو تتريس بتؤهلني ان انا اعمل كل ده مع بعضه في مكان واحد ببيئه مبسطه بشكل هادي يعرف يريحني واعرف استقبل منه اللي انا عايزه من غير اي تشويش، من غير ما انا الف على البرامج الكتير دي. ليه؟ انا عندي حاجه بسيطه جدا بتعامل معاها بتريحني وفهمها وعارف اتعامل معاها. ليه ادور على حاجه صعبه؟ بالظبط، احنا مهمتنا اصلا هي البروبلم سولفنج، ان انت تدور على ابسط واسرع حل، الحل اللي ما يعطلكش. طيب ازاي اوصل لاسرع حل اصلا؟ هنا في فكره على فكره. يعني انت دلوقتي انت كبروجرامر، لو انت بتتكلم مع الكومبايلر وبتعمل برنامج حلو جدا، انت كتبت كود بس الكود مش سريع كفايه. طب ايه المشكله؟ ايه اللي انا استخدمته؟ طب ده بيترجم ازاي في الآلة؟ طب الآلة بتترجم ده البوابات ايه؟ طب البوابات دي سريعة في العمل ولا مش سريعة؟ بطيئة؟ طب لو بطيئة انا ممكن اغير طريقة تفكيري، ممكن اغير طريقة كتابتي للكود علشان اخليه يستخدم بوابات اسرع، علشان الكود بتاعي يشتغل اسرع فالبرنامج يبقى سريع الاستجابة. كل ده بيبقى مطروح قدامك، كل ده بيبقى مطروح ان انت تعمله، كل ده بيبقى مطروح في ذهنك وانت بتكتب الكود بتفكر فيه، لان انت مدرك انت بتعمل ايه. انت عندك فهم عميق للآلة اللي انت بتتعامل معاها. دي فايدة الناندو تتريس، دي فايدة اللي احنا بندرسه دلوقتي، وهو ده المطلوب وهو ده اللي احنا هنتكلم فيه. اخر حاجة مراجعة سريعة على اللي احنا قلناه النهارده. من الاخر بنستخدم الناند لانها بوابه مثاليه للتعلم وشامله وفعاله جدا في الهاردوير. والبرنامج اللي احنا بنستخدمه هو اسمه الناند تو تتريس، وهو ده اللي احنا هنستخدمه وهنتعامل معاه بشكل عملي بدايه من المره الجايه. لو الفيديو فادك او استفدت منه ولو بحاجه واحده بسيطه، ما تنساش اللايك وما تنساش السبسكرايب علشان يوصلك كل شرح زي ده اول باول. اشوفكم المره الجايه في العملي. مع السلامه.